يضيف فقرة. انا مش فاهم حد بالضبط عايزين شو بده. حاب يضيف فقرة كواليس. اوكي. شو المطلوب منا نعمل؟ طيب انا مش فاهم شو لازم نعمل له. قال بسألكوا أسئلة بدكم تجاوبوا بصراحة. قلبها كرسي الاعتراف. ما فهمت. واحد من الشباب. عز شو بدك تسالني مثلا؟ شو بدك تسالني؟ يلا سالني. طب اسالني يلا. احب عز لما يكون سيريس شويه يضحك المفروض انه يعصب شويه يضحكني. يلا شو عز شو بدك تسالنا؟ اسالنا يلا. هاي احنا قدام العالم والناس، احنا رسميا. ما تحط لا ما تحط اسمع محمد ما تحطها ما تحط. اللبسه الثانيه صار مقطع تيك توك والله. اقسم بالله هاي اللبسه الثانيه رسميا. عبد الله تغير بوت، تغير بنطلون، تغير كل شيء. وين يا حبيبي تغير رجعنا. هذه عبد الله اللبس اللي غنينا فيها الاغنيه اللي راحت في التيك توك كسرت الدنيا يعني. سنخوض معارك. والله العظيم ان متابعينك يحرجوني تدري ليه؟ والله خليه يسمعون. ليش شو في؟ يعني انا قاعد استهبل في المقطع على اساس انه ما دريت ان في حد يصور، قاعد استهبل واسوي نفسي اني تمللت من كلامك، بين كاني قاعد اهين النشيده. لا خذوها وشو غطوا علي، زوموا عليه، هو يقول سنخوض وانا كذي قاعد استهبل. انا قاعد استهبل مقطع سناب، هم حطوا عليه كلام وكفوا محمد عدنان وواحد ورا قاعد شيء. مزهريه. عظيم لصالحها. تفتح حساب برايفت بس للبنات. طبعا لا عادي افتح طبعا عادي تفتح حساب برايفت وكيف شكرا لك كثير عبد الله على هذه الفقره المميزه لاهل السينمات وتوت. اللبسه رقم 3 والله اللبسه رقم 3 عامل 2. اللبسه رقم 3 رسميا يا اخوان في نفس اليوم. بقى الموتر كله ملابس والله اللي يشوفه يقول موديل. ورب الكعبه انا اتصلت عليه قلت له واحد ينزل يحمل معي ملابسي واصبعي بوجعني هاي يوم مجروح رسميا. لا اخترع. لا عملت حركه اقوى. خليت ملابس في المصعد وحطيت ظهري، ما هو المصعد كهربائي، واحط ظهري واطلع بوات واطلع بناطيل واطلع قمصان وبضربني في ظهري المصعد وانا ماسك. اي هاي بعد من سكر ما يفهم. اذاني والله اني خفت، والله اني خفت. سيء. رسمي يا اخوان هاي عبد الله هذا الستايل يا اخوان. لا بس الداخل المفروض الله يعزكم يكون اسود بس ما يبدل اسود. اوكي وانا هذا رسمي. ببتدي اعيش وبحبك سنخوض معاركنا معا وسنخرج جذوعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العالي وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار. والآن يا إخوان رسميا اللبس الرابع على التوالي في تصوير واحد حتى الآن يا إخوان. بس وينك يا عبد الله؟ عبد الله وينه؟ طب السلام عليكم. خليني اختم لكم هذا اليوم بهذا الخبر الحصري يا اخوان. انا بالامس كنت في اتصال ومكالمه مع احد اصدقائي وكلاء اللاعبين اللي لهم بعض اللاعبين في اوروبا، يعني هو شاب عربي يحمل جنسيه اوروبيه. يعني بكل الاحوال بدون الخوض في التفاصيل بصراحه حكى لي كلام قوي وكان لازم احطه في الحلقه امبارح بس ما صار فرصه. انا بحكي لكم الان من خلال ستوريات ويوميات. الموضوع انه ريال مدريد اطلق اذرعه، فلورنتينو بيريز اطلق اذرعه للبحث عن راس حربه فيرست كلاس، تصنيف عالي اول. وبصراحه الكلام هو عن اوسيمين. نعم وصلني الخبر، الكلام عن اوسيمين. هذا حصري لكم طبعا انتم متابعيني. ولكن هذا بيعني امر اخر على النقيض، هو انه كريم بنزيما لا يرتضي ان يكون رقم 2. اذا في راس حربه سياتي وهذا يعني كريم بنزيما سيخرج. طب ما وضع بنزيما؟ سالت كذلك فقيل لي انه وكيل اعمال يبحث له عن عرض ممتاز من السعوديه الان.
قد نشاهد كريم بنزيما في السعوديه الموسم القادم مع واحد من كبار المملكه العربيه هلال السعوديه. هلال ان شاء الله فليكن للهلال، لما لا؟ نبي ميسي خاصه ما